السلام عليكم. انا على الراجل ده النهارده في امستردام دام سكوير، والراجل ده من تركستان. الراجل ده واقف بكل شجاعه وجرأة ان هو يتكلم عن حريه ناسه وشعبه. مش عارف الناس عارفه القصه ولا لا، بس تركستان هي جزء من الصين، احتل من الصين سنه 1949. طبعا الناس هناك البوبيليشن بتاعهم حوالي 25 مليون شخص. 3 مليون منهم حاليا في كونسنتريشن كامبس، بيتعاملوا معامله للاسف البني ادم ما يقدرش يستحملها، مش معامله بني ادمين. الحكومه الصينيه مش بتعاملهم على انهم بني ادمين طبيعيين زينا. طبعا اغتصاب وقهر نفسي وحاجه صعبه جدا. كل ده ليه؟ عشان بيعبروا عن دينهم وعن لغتهم وعن حياتهم، لان هم يعني بني ادمين يعني ليهم طبع، ليهم دين، ليهم اللي هم عايزين يعبروا عليه. وكل ده عشان عايزين يعبروا على الحاجات البسيطه دي. الراجل ده عيلته اتاخدت منه، وما يعرفش عنهم اي حاجه، لا يعرف هم عايشين ولا ميتين ولا مسجونين ولا فين. حرام يعني اللي بيحصل ده غلط. فانا الراجل ده النهارده طبعا بيعمل حاجه مش عاديه، وانا عايز الناس كلها تبتدي تعمل زيه. 3 مليون شخص متاخدين ومحدش يعرف عنهم حاجه. منتهى السوء، ويا ريت نفوق والحريه في تركستان.